أشكر الاتحاد العراقي على إتاحة الفرصة لنا اليوم أن نتفقد الاستعدادات الأخيرة لخليجي 25، وكلنا إيمان بإذن الله بأن تتم في كل نجاح ومن تكون من أفضل البطولات على مستوى خليجي في الاتحاد الخليجي. احنا سعيدين جدا اليوم بالتواجد، وكذلك تفاجأنا أمانة بالحجم الإنجاز وحجم الورش العمل اللي قاعد تشتغل. واضح أنها هي ليل نهار بإقامة من أفضل إقامة خليجي 25، ونتمنى أمانة التوفيق للاتحاد الخليجي وكذلك الجمهورية العراقية بأن هذا الافتتاح والاستعدادات الخاصة بكأس الخليج أن تتم على خير وبنجاح وبكل توفيق. ما في شك علاقتنا مع الاتحاد العراقي وعلى رأسهم أخوي العزيز عدنان درجال هي ممتدة وعلاقات طيبة جدا في التشاور في كل الأمور الخاصة في كرة القدم والتعاون بين الاتحادين الكويتي والخليجي. وما في شك أن هذه دلالة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بأن يتفقد هذه الاستادات الحالية، سواء كان المدينة الجماعية أو اليوم احنا راح نقضي ليلة اليوم هني في البصرة، كدعم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى الاتحاد لإقامة هذه البطولة في موعدها ومن غير تأجيل، لأن نعتقد أن العراق تستحق أن يقام فيها هذه البطولة في هذا التوقيت، ونتمنى لهم التوفيق في ذلك. أدعو كل الجماهير العراقية سواء أو الجماهير الخليجية وخص الجماهير الكويتية بالمشاركة في خليجي 25 من خلال التسهيلات اللي قاعد يقدمها الاتحاد العراقي، واللي أنا متأكد تماما من كرم الضيافة العراقي اللي دائما احنا متعودين عليه في كل البطولات. فدعوة إلى جماهير الأزرق لمساندة منتخبهم إن شاء الله. وأنا سعيد جدا اليوم أن أنا في الاستاد اللي راح يضم مجموعة الأزرق اللي هو ملعب المينا، وخاصة أنا أشوف أن عدنان درجال مركز أنه كله أزرق والكراسي أزرق. الجمهور الأزرق يريد يشوفه يوم 30 موجود يوم 30 بالمباراة الودية. مساء الخير أبو شاهين. إن شاء الله بانتظار جمهور الأزرق كل جماهيرنا في كل الدول الخليجية إن شاء الله لمؤازرة منتخباتهم في هذه البطولة المهمة، واللي بالتأكيد أنه من دون وجود الجماهير بطولة ما راح تصير لها قيمة ولا لها حلاوة. فحلاوة بطولات الخليجية بجماهيرنا الخليجية اللي تحضر وتآزر منتخباتها، وبالتالي الدعوة مثل ما وجهتها أنت للأزرق أنا أوجهها لكل أشقائنا وأخواننا وأهلنا في كل دول مجلس التعاون لمؤازرة منتخباتهم في هذه البطولة المهمة اللي راح إن شاء الله تكون واحدة من البطولات الجميلة اللي تضاف إلى سجل دورات كأس الخليج إن شاء الله. طبعا شكرا اليوم أخوي أبو شاهين والأخوة في الاتحاد الكويتي على زيارتهم لمحافظة البصرة واطلاعهم عن قرب على كل ما موجود من ملاعب، وأيضا اطلاع عن فنادق، وإعطاء هاي الرسائل اليوم اللي وجهها أخويا الأستاذ عبد الله شاهين إلى كل جماهيرنا في الخليج وإلى جماهير الأزرق بالذات. هاي راح يكون لها وقع كبير ولها دائما مالك يتعودون أنهم السباقين في التواجد على أرض العراق الحبيب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله راح نكون جزء أساسي من إنجاح هذه المنظومة، وأنا متأكد تماما أن الجماهير العراقية هي الرقم الواحد في هذه البطولة، وهي اللي أمانة إحنا كمنتخبات سعيدين أن راح نكون نتواجد بين الجماهير العراقية اللي معروفة في حسها ودعمها للمنتخب العراقي. فأنت ناجح في إدارة البطولة وإدارة ونجاح المنتخب العراقي، الجمهور العراقي في إنجاح هذه البطولة. وإحنا معاك يا أبو حيدر، يعني أنا قلت لك إياها قبل وأقول لك إياها أمس واليوم وباكر. الاتحاد الكويتي كرة القدم سخر كل إمكانياته في إنجاح هذه البطولة، وأي بطولة تستضيفها العراق احنا داعمين لكم وداعمين بكل ما نملكه من خبرات سواء كانت إدارية أو فنية لإنجاح الرياضة وخاصة كرة القدم في العراق، لأنها ترجع إلى مكانتها الحقيقية والصحيحة بإذن الله. شكرا جزيلا. بالتأكيد
انه اليوم وجودك هنا هذا هو دعم حقيقي للامانه، وجودك انت والاخوان حق ايضا اليوم واجب الوفد، انه هذا دليل لها دلالات كبيره. اليوم قبل بدء البطوله بحوالي شهر تقريبا وجودك هنا رأس وفد بالتاكيد له معاني ودلالات كبيره، وراح ينطي رساله ايجابيه واضحه لكل اشقائنا في دول مجلس التعاون بانه البصره مستعده لاحتضان اشقائها الخليجيين في هذه البطولة المهمة إن شاء الله. احنا مستعدين إن شاء الله، ان وإحنا شاء الله مستعدين ان شاء الله. وأنتم في بلادكم، يعني إحنا ما نقول أنتم ضيوف، بالعكس أنتم في بلادكم كل أشقنا بالضبط. هو هذا ما الله يخليك، مثل ما احنا من نجي في كل أي دولة من دول الخليج نعتبر أنه هي بلادنا. الله يحفظكم. يا أهلا وسهلا. شاكر لكم، شكرا.